السلام عليكم. احسن ناس في الدنيا جمهور الكرة مع ابو علي. جمعة مباركة عليكم ان شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. آه طبعا الناس كلها محروق دمها زي حالاتي اكيد. الراجل اللي عايش عندنا على القرية ممكن حرق دمنا. اليوم كان ماشي كويس. طول النهار مبسوطين وفرحانين، خاصة بعد الفيفا ما بعد جواب رسمي بمشاركة الاهلي في كأس العالم للأندية، وكنا مبسوطين وعايزين نطلع نكمل اليوم مبسوطين ونكسب ماتش سهل جدا. انا بشوفه من اسهل الماتشات في الدوري، وهيكون هو ده اسهل ماتش في الدوري للاهلي. وعلى فكره حابب افكركم بس بحاجه بسيطه كده. الاهلي السنه اللي فاتت كسب اول 6 ماتشات بالعلامه الكامله، ولاعب فيوتشر في الجوله السابعه وتعادل 1-1. لو تفتكروا الهدف بتاع كريم نيدفيد، دي كانت اول بدايه الوعكه يعني للموسم كله. فطبعا اتمنى ان هي ما تتكررش تاني، بس انا حبيت يعني ايه من الناس اللي هم هواة الارقام والاحصائيات، حبيت ان انا اديكم المعلومه دي. بصراحه انا واحد من الناس من زمان بقول عليه ان هو هيعيش معانا فتره طويله بسبب القضيه ممكن، وكنت زعلان جدا ان هو اللي سجل الجون في مباراه القرن اللي كانت قدام نادي الزمالك في نهائي افريقيا. بس بصراحه الموضوع زاد عن حده. النهارده القرار اللي هو اخده كان قرار سيء جدا، وكان دخل معاه مارسيل كولر للاسف في الموضوع، لان مارسيل كولر هيضطر ان هو يكون في رياكشن او رد فعل. لازم يكون في رد فعل من المدير الفني، لان هو مش المفروض ان هو يخش يسدد، وهو مش المفروض هو المنوط بالتسديد في الفرقه، ولا هو رقم 1 ولا رقم 2 ولا رقم 3 حتى. وهو اصلا من الناس اللي بيضيعها كتير. يعني هو السنه اللي فاتت مضيع بتاع 2 أو 3 والله من قبل ما يخش يسدد، وانا عارف ان هو هيضيعها. بس مش عارف ليه علي معلول يتصرف التصرف ده هو وعمرو السوليه، مع ان انا شفت عمرو السوليه بيتكلم معاه، بس هو تقريبا ما كبرش لحد، واللي ما بيكبرش لحد في الاهلي طبعا ما بيقعدش في الاهلي. وده انا اتمنى يكون رد فعل المدرب ورد فعل الاداره. الراجل جاي له عرض من السعوديه، هناخد فيه فلوس كويسه قبل ما يبور عندنا وما يجيش من وراه ولا مليم. بجد بامانه الاهلي لازم يستفيد بالعرض بتاع السعوديه ويمشي قفشه، لان قفشه هيعمل مشكله كبيره في الفرقه، وهو اصلا بقاله فتره اقسم بالله عايش على القضيه ممكن. واتمنى ان موضوع القضيه ممكن ده يتنسي بقى وينزاح الهم ده من على صدرنا. ده بالنسبه لضربه الجزاء والحاجه اللي حرقت دم جدا، لان انا وقتها اتنرفزت جدا جدا جدا، لان كنت متاكد انه هيضيعها. وطبعا حرق دم لحد دلوقتي بصراحه. واتمنى رد الفعل يكون قوي، سواء من مدير الكوره، من الاداره، من مدرب. اتمنى ان كولر يحاول. انا هتمنى ان هو يمشيه بصراحه في يناير ويوافق ان هو يمشي. جاي له عرض كويس جدا، وهيبقى الاهلي برضه استفاد بالمبلغ اللي جاي فيه، لان انا شايفه ان هو لعيب مش مفيد جدا للنادي الاهلي. اقسم بالله من يوم ما جه النادي الاهلي ما فات غير في هدف هو اللي سجله بتاع القضيه ممكن، اللي هيفضل بص لازق لنا مدى الحياه. بس هنعمل ايه بقى، قدر الله ما شاء فعل. طبعا النهارده غياب ديانج، اصابه في العضله الخلفيه، مش تجويد من المدرب. طبعا انا كنت فاكره تجويد من المدرب، لان هو المدرب بالنسبه له هو الراجل عايز يشوف الناس كلها، وعايز يعمل فرقه قويه جدا، وعايز الناس كلها تشارك. بس عنده اساسيات، عنده اكرم توفيق، وعنده متولي لما رجع هو ومحمد عبد المنعم، وعنده علي معلول، وعنده ديانج، وعنده السوليه. دول الاساسيات بالنسبه للراجل في الملعب، ما بيغيرش فيهم، بس بيغير في باقي الفرقه. طبعا الراجل من حقه يشوف اللعيبه كلها قبل يناير، لان هو هيضطر يمشي لعيبه كتير. وانا اتمنى ان هو يمشي، لان في لعيبه كتير فعلا في الاهلي مش قد المسؤوليه، ومش قد ان هي تلعب في النادي الاهلي، ومش قد ان هي ترتدي تيشيرت النادي الاهلي. اولهم قفشه بصراحه. انا يوم ما قفشه هيمشي هيكون بالنسبه لي يوم سعيد جدا 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 جدا. والله انا ما فيش حاجه شخصيه بيني وبين قفشه، بس انا بشوفه لاعب متواضع جدا على الشو والسمعه اللي هو واخدهم. ان انت تكون نجم في النادي الاهلي ده شيء كبير جدا. ان انت تقعد بره او تحاول ان انت تشوط البلانتي علشان تدخل في الجيم او كل الحاجات دي كلها ما انتش محتاج ان انت تعملها، لان انت اصلا يعني مستواك ظاهر لكل الناس. بس هي الناس يعني نوعا ما بتحاول تداري العيوب. مش عايز اتكلم عنه كتير بصراحه، لان انا بحس ان انا ساعات بحس ان انا جاي عليه قوي، بس والله العظيم انا ما جاي على قفشه قاصد. قفشه عمل النهارده حاجه فعلا. يعني انا واحد من الناس كنت مبسوط جدا، وكنت ناوي اعمل فيديو افرح بيه، افرح فيه جدا بالمشاركه في كاس العالم للانديه. الراجل عكنن علينا كلنا بتعادل. اقسم بالله اسهل ماتش هيقابل الاهلي في البطوله، في بطوله الدوري. وطبعا اتمنى ما يتكررش السيناريو بتاع السنه اللي فاتت.
حبيت اطلع اقول الكلمتين دول، كانوا واقفين على صدري بصراحه. وما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناه، وتصلي على نبينا الزين عليه افضل الصلاه والسلام. وان شاء الله نشوفكم في مناسبه سعيده ونفرح فيها سوا. هارد لك. سلام.